المباريات الودية اللي تجرات اليوم واللي سالات قبل قليل صراحة عطاتنا مجموعة من الإشارات ربما اللي مفهومة أو غير مفهومة. مثلا فرنسا خسرت ضد الكوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، وفرنسا نقدروا نقولوا أنه أكثر من 90% كانت التشكيلة هي الأساسية، في حين أن منتخب إسبانيا تعادل مع العراق، ونقدروا نقولوا إسبانيا ما لعبتش بالتشكيلة الأساسية، يعني غياب مجموعة من الركائز الأساسية أهمها لامين يامال. واش هذا الشيء هذا غيعطينا اشارات بان هذه المنتخبات الكبيره غادي تأدي واحد المستوى ماشي هو هذاك في المونديال، ولا هي فقط خطه باش هذه المنتخبات كتلعب بهذه الطريقه وعاد في المونديال غادي تورينا شكون هي هذه المنتخبات؟ لكن صراحه من خلال مشاهده المباريات تبين بانه ممكن انها تكون شي حاجه للمنتخبات العربيه ولا المنتخبات الافريقيه، لانه في كاس العالم ما كاينش منتخب افضل منتخب، وحتى كتبدا المنافسه وكيبداو المباريات ديال كاس العالم عاد كنشوفوا التحول اللي كيكون في المنتخبات. ممكن منتخب ضعيف يقدر يبان لك ضعيف، لكنه في النهايه كيولي منتخب قوي. والدليل هو انه حتى حنا في 2022 خسرنا ضد امريكا ب3 اهداف مقابل 0، وملي مشينا المونديال ديال قطر الحمد لله وصلنا لنصف النهايه. كيعطينا ايضا هذا اشارات انه ممكن نديروا شي حاجه مع البرازيل، وصراحه انا عندي يقين انه ما غنخسروش ان شاء الله مع البرازيل، ممكن اننا نتعادلوا او نفوزوا، في حين الخوف يقدر يكون من اسكتلندا ومن هايتي. لهذا القاعده كتقول ما عمرك تحقر شي منتخب ولو صغير، لان كل المنتخبات كتبغي تحقق نتائج ايجابيه. لهذا في كاس العالم غادي نشوفوا مباريات حارقه ومباريات ناريه. قولوا لي نتوما شنو كتوقعوا ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي، خصوصا في المباراه الاولى امام البرازيل؟